محمد عبد المنعم عنده مؤتمر، انا بقول لابراهيم يا ابراهيم هدي اللعب، هدي اللعب وخلي محمد عبد المنعم يعمل مؤتمره. غيابه يوم واحد مش هيخليه يفقد لياقته البدنيه، ده بالعكس ده يديله دفعه معنويه كبيره جدا. هيقعد قدام الصحافه الفرنسيه وهيتكلم وهيحس بنفسه وبذاته وهيحس بالمسؤوليه الكبيره اللي موجوده على عاتقه، انه جاي منتخب مصر عايز يثبت للناس اللي كان قاعد معاهم في المؤتمر الصحفي انه قد لفرقه نيس وانه لازم يلعب اساسي. فهيديك ماتش رائع هنا، فما تتعصبش عليه يا ابراهيم. انا بقول لك اهو، نصيحه من اخ كبير لاخوه الصغير، وانت عارف انا قد ايه بحبكم انتوا الاثنين يعني. فنصيحه، سيبوا محمد عبد المنعم وخليه يعمل مؤتمر ويجي لك يا ابراهيم. بلاش بقى التصريحات اللي انت طلعت قلتها بان نرفض ترك عبد المنعم لنيس وعلى اتحاد الكره اتخاذ اللازم وكلام كل دوت ملوش اي 30 لازمه. الولد مش قاعد هناك يلعب او الولد متهرب، الولد عنده مؤتمر، حددوا له المؤتمر في يوم ممكن هم يبقوا يعني سهي عليهم. فاحنا لازم نساعد ابننا ده، ابننا اللي قدامنا ده لازم نساعده. ومعاه واحد تاني اسمه كوكوكو ولا ماكوكو، ماكوكو اهو، كابتن ماكوكو مع نجمنا الكبير محمد عبد المنعم. فايا كان السبب يا ابراهيم، ايا كان السبب يا حسام، الولد انتوا عارفين انه مخلص وعارفين انه ما بيتهربش من منتخب مصر وعارفين انه هو كان حلم حياته الاحتراف وعارفين ان عنده مؤتمر صحفي عشان يقدموه لجمهور نيس وعارفين ان دي يعني بريسيجس، حاجات لازم تتعمل في عالم كرة القدم الاحترافية. احنا بقينا تبص تلاقي النادي الاهلي بيطلع الصورة وعامل تصوير فوتو ومش عارف منزله على الانستجرام لسه النادي الاهلي عامل الكلام دوت. الكلام ده موجود في اوروبا بقاله سنين، بقاله سنين. فالانديه في مصر بدات تتعلم واحنا عندنا لعيبه اهو لسه رايح. فالكلام دوت اساسي، لازم يحضر المؤتمر الصحفي ولازم يعرف نفسه للناس ولازم يتكلم يعني اسئله تاخد وتدي معاه، ولازم الحاجات دي كلها عشان وبعدين لازم يمسك الفانيلا بالرقم بتاعه لان هيحاسبوه على مبيعات الفانيلا. خد بالك، واخد بالك يا ابراهيم؟ هيحاسبوه هو لابس مثلا، ما اعرفش هو لابس رقم كام، انا ما خدتش بالي رقم كام. واخد رقم 5 يا خليل يا عم حس، ده واخد رقم 5 يعني مش واخد رقم 15 عشان هو كان بيلبس 5 و5 دي اتحجزت وخدها لعيب فرنسي او لعيب افريقي او قبله، لا ده حاجزين له الرقم بتاعه. فرقم 5 معناها انه فيه اهتمام كبير جدا بالارقام، بتفرق. خد بالك انا كنت في البرتغال رقم 10، كنت بيبو بتاعهم هناك والله العظيم، لقيتهم بيدوني 10. قال لي الراجل ايه المدرب بعد الماتشات الوديه اللي لعبتها والقصه والحكايه والرايه، قال لي انت يعني يور نمبر از 10. قلت له يا عم انا بحب 8، اديني 8، دي طول عمري بلعب بيها. قال لي لا انت 10. خدت 10 ومن ساعتها و10 كله مشي كويس الحمد لله. وكنت اجي منتخب مصر العب ب8، اجي الماتشات بتاع المنتخب العب ب8. فوت دي يا ابراهيم، انا بكلم ابراهيم حسن وبرضه يا حسام، فوت دي يا حسام. وانا عارف ان حسام لما بيبقى متعصب قوي ابراهيم بيبقى هادي، واما ابراهيم بيبقى متعصب حسام بيبقى هادي. سبحان الله، كيمياء غريبه جدا مع الاثنين دول، كيمياء غريبه. ما علينا. الصوره الفرنسيه ايه؟ مالها؟ انتوا دخلتوا ومشيتوا ورحتوا فين؟ طيب ماشي.
الناس فرحانه، يعني في فرنسا الناس فرحانه، وفرعون مصري جديد، وهناك احنا بيسمونا الفرعون. انا برضه لما رحت قالوا لي الفرعون، وعبد الستار صبري لما راح قالوا له الفرعون، وشيكابالا لما راح برضه قالوا له الفرعون. كل واحد من مصر بيروح بيقولوا له الفرعون. وعايز اقول لكم حاجه، اقسم بالله اقسم بالله اتعمل خط بين مصر ولشبونه مخصوص لما كنت في البرتغال. يلا بقى، بعد ما الناس بدأت تتكلم ومصر وبتاع وتقرا، وعلى فكره البرتغاليين بيدرسوا تاريخ الفراعنه في المدارس. يعني المدارس البرتغاليه حاطه في ماده التاريخ تاريخ الفراعنه، فعندهم شغف بالاهرامات بيراميدز، وعندهم شغف بابو الهول، وعندهم شغف بالتمبل، وعندهم شغف بالتماثيل، وعندهم شغف بكل حاجه تمس الفراعنه اللي موجوده لحد النهارده، الاساطير الرائعه دي اللي موجوده لحد النهارده. فارجو من حسام ومن ابراهيم انهم يفوتوا الحته دي، لان الحته دي مفيش مسؤوليه على محمد عبد المنعم عليها. يعني انت عايز تعاقبه بانك انت ما تاخدوش عشان ما جاش، يبقى بتعاقب مصر كلها وبتعاقب نفسك. دي مش اهمال، دي مش منظره محمد عبد المنعم بيتمنظر، دي مش تعالي على كرة القدم المصرية من محمد عبد المنعم خالص خالص. انا بتكلم بما يرضي الله، اقسم بالله، ولا عندي حسابات، ولا انا والله عمري في حياتي ما قابلت محمد عبد المنعم ده. انا عمري بشوفه في التلفزيون بس، حتى في الاستاد ما بروحلوش ماتشات، ولا بروح ماتشات اتفرج عليها، ما بروحش غير ماتشات منتخب مصر. انما انا بتكلم بما يرضي الله، انا بتكلم الكلام اللي يبني، مش الكلام اللي يهد. ما ممكن اطلع اسخن وبتاع وما جاش، وابراهيم الو ابراهيم ايه هتعمل ايه في محمد؟ هتحط السيخ المحمي في صرصور ودنه ولا هتعمل له ايه؟ ما جاش ايه بقى؟ هتعاقبه ازاي؟ واقعد اخده في سكه العقاب؟ لا، مش لمصلحه الكوره، ولا لمصلحه مصر، ولا لمصلحه الماتشين اللي جايين دول، ولا لمصلحه حسام، ولا لمصلحه ابراهيم، ولا الجهاز الفني، ولا طارق سليمان، ولا سعفان، ولا اي حد. ففوت يا ابراهيم، فوت يا حسام، خلي الولد يعمل مؤتمر الصحفي، خليه يجي. ما يعمل المؤتمر الصحفي بكره الساعه 1، يقدر يركب طياره ويجي، بس يجي بكره هيبقى موجود، مش مشكله خالص خالص. الامور بسيطه وجميله ولذيذه وحلوه. وانت انا شايفين الصور، انت بتستقبل الناس بالاحضان واللعيبه، وانت قريب من اللعيبه، سواء ابراهيم او حسام، واللعيبه كلها داخله في حضنك اول ما شافتك، فده معناه في روح كويسه، ودي بدايات مكسب. بعد كده بقى تيجي الفنيات، وتيجي الكوره، وتيجي الخطط، وتيجي الكلام ده كله، لكن اللمه دي والحب ده والبتاع، هو ده بدايه المكسب، هو ده بدايه المكسب. فارجو اني حسام وابراهيم يسمعوني، والموضوع ده يتقفل عليه، وعبد المنعم يعمل مؤتمره الصحفي ويجي.